الصقيع والتلج. في عالم أبيض بيحكمه الصمت والتحدي، بيعيش مخلوق مش عادي، حيوان اتقال عليه أسطورة ورمز للتكيف والبقاء. تعالوا نكتشف مع بعض أسرار الرنة ملك التندرا. أنا محمد ودي قناة أي حاجة. اسمه العلمي رانج فارتراندوس، بيتقال عليه رنة في أوروبا والكاريبو في أمريكا الشمالية، وبينتمي لعائلة الغزلان. في منه نوعين رئيسيين، رنة التندرا وده بيهاجر في قطعان ضخمة، ورنة الغابات بيعيش في أماكن ثابتة وعدده أقل. بيعيش في مناطق باردة جدا، في أوروبا في النرويج واسكتلندا وروسيا، في آسيا سيبيريا ومنغوليا، أمريكا الشمالية في ألاسكا وكندا وجرينلاند. 70% من الرنة بيعيش في التندرا و30% في غابات التايجر، وبيهاجر آلاف الكيلومترات سنويا، ودي أكبر هجرة برية لحيوان ثدي. الذكر بيوصل وزنه 180 كيلو جرام، ونادرا ما بيوصل ل 200 كيلو جرام، وطوله فوق ال 2 متر. الذكر والأنثى عندهم قرون، ودي حاجة نادرة جدا في الغزلان، لكن الرنة هي الأنثى الوحيدة في كل الحيوانات اللي عندها قرون شبه الذكر، بس بتكون أقصر شوية. الفرو مزدوج وبيعزله من البرد الشديد، الحوافر كبيرة ومفلطحة، بيمشي بيها على التلج وما بيتغوصش، بيقدر يعوم كويس. الفرا بتاعه بيتغير لونه من بني في الصيف لأبيض في الشتاء. العين لونها بيتغير حسب الموسم، ذهبي في الصيف أزرق في الشتاء. ومعلومة مدهشة كمان، الرنة من الحيوانات القليلة اللي تقدر تشوف الأشعة فوق البنفسجية، وده بيساعده يميز البول والفرا والطحالب بوضوح على خلفية التلج الأبيض. بيعيشوا في قطعان من 10 أفراد لحد 500 ألف فرد. عند الهجوم بيعملوا حركة غريبة وهي دوامة رنة، بيلفوا حوالين بعض في دوامة بتربك العدو. موسم التزاوج عندهم سبتمبر ونوفمبر. العجل بيتولد في الربيع بعد حمل 7 شهور ونص. في الشتاء بياكل طحالب خاصة اسمها الأشنة، بيشمها تحت التلج. في الصيف بياكل أعشاب وسراخس وفطريات، وعنده معدة رباعية زي البقر عشان يهضم بيها النباتات الصعبة. الرنة مقدس عند شعوب السامي في اسكندنافيا. في سيبيريا بيعتقد ان روحه بترشد أرواح الموتى، واتربط بأسطورة سانتا كلوز وسحب المزلج. شعوب الشمال بتستخدمه في الأكل عشان لحمه الغني بالبروتين، التدفئة من فرو، أدوات وأسلحة بدائية من قرونه. من تهديدات حيوان الرنة التغير المناخي اللي بيأثر على هجرتهم، التلج اللي بقى أضعف وده بيمنعهم من الوصول للطعام، عددهم قلت بنسبة 40% في 20 سنة، وده بيتم حمايتهم بقوانين في النرويج وكندا. في محميات بتساعد في دراسة سلوكهم والحفاظ عليهم. الرنة مش بس غزال عايش في البرد، ده كائن عظيم، مثال حي على قدرة الطبيعة انها تخلق مخلوقات خارقة للنجاة، وده جزء من بيئتنا وجزء من خيالنا البشري اللي ما بينتهيش. دوس لايك واشتراك واستناني في اللي جاي.